السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة حبايب قلبي هعمل لكم بقى، لو انت عندك بتنجان ولا هتحشيه ولا هتقوريه ولا هتسلقيه ولا تشويه ولا أي حاجة خالص، هعمل لك وصفة جميلة جدا هيحبوها قوي بجد. يعني اللي عندك في البيت كلهم هيدمنوها. وانا عايزه اقول لك انا طول الصيف ما شاء الله اللهم بارك بعمل الوصفه دي على طول، لان يعتبر دلوقتي البتنجان السعر بتاعه رخيص. يعني يعتبر كيلو ونص ب10 جنيه. فخسارة ان انت يبقى حاجة موجودة كده، الموسم بتاع الحاجة يبقى موجودة متستفيديش بيها. بس ما تنسيش بقى تعملي اشتراك للقناة، وبالله عليكي لو مش هتعملي اشتراك ولا تعملي لايك، بالله عليكي تقولي لي دعوة حلوة من قلبك. ماشي. اول حاجة كده يا حبايب قلبي بجيب البتنجان وببتدي اللي انا ايه، اشقه كده من النص، دي اهم حاجة. طبعا انا عايزة البتنجان يستوى معايا بسرعة، فانا ببتدي ان انا اشقه كده زي ما انتوا شايفين. انا عايزة اقول لكم انا بجيب دايما البتنجان من حد معين في السوق، سبحان الله العلي العظيم. البتنجان ده مش موجود في السوق خالص الا عند الراجل ده. فعشان كده بحب ان انا اجيب منه، لان طعمه ما شاء الله جميل. وحتى لو انتي هتحشيه مش هيبقى يعني عامل معاكي او بيشرق معاكي في الزور. طيب بصوا بقى حبايب قلبي، اول حاجه كده زي ما انتوا شايفين عندي هنا شطه. انا طبعا عندي هنا مش بخلله على طول، هقولك انا كمان اللي لما باجي اعمله بعمله بالذات بطريقه جميله جدا. دي طبعا القديم بيبقى عندي هنا طماطم، انا عايزه اقول لكم انا جايباها يوم السوم الطماطم دي. فبجيبها، لو انا بجيب طماطم عاديه بيبقى الراجل بيبقى موجود عنده طماطم خضرة، بقول له لو سمحت انا عايزه ايه الطماطم الخضرة دي، فبيديهاني. فبصوا بقى يا جماعه، بصوا شكلها بيبقى عامل ازاي. طبعا انا كان عندي شطه لما انا كنت بعمل الزيتون، فاكرين ولا مش فاكرين؟ الشطه حلوت معانا وبقت جميله. بس عايزه اقول لكم حرقه موت برضو قوي. فانا هاخد منها يعني اسيب شويه في قلب المش، والباقي ايه يروح لاصحابهم يعني. طبعا لما باجي اعمل الشطه زي ما انتوا شايفين بسيبها كده. عايزه اقولك الطماطم دي لما بتيجي تعمليها الطماطم الخضراء بجد جميله جميله جميله، من كلمه جميله دي شويه عليها. طبعا الحاجات دي بتبقى موجوده في بيتك، بتريحك كتير. كيلو ونص ب10 بيقعد معاكي مسافه، وكمان في نفس الوقت يعني بيفتح نفسك على الاكل بصراحه. وهقولك بقى على تتبيله حلوه قوي او خلطه انا بعملها. انا عندي هنا كمان ايه، مرطة دايما بعملها على طول في قلب البيت. بحط كده على الايه، على البتنجان. وعندي بصي معلقة مهمة جدا قوي يا جماعة، ما تستغربيش، معلقة عسل على البتنجان. عايزة اقولك بتخلي طعمه حلو قوي. كلمة حلو قوي دي شوية، يعني معلقة واحدة ما تكتريش منه. عندي هنا بقى الكمية، طبعا زي ما انا قلتلك ايه، اشيل الطماطم. الطماطم بتبقى طعمها سكر ولا البتنجان؟ انا هفتح لك دي واحدة قديم ان انا بجيب كل سوق وبعمله. بص شوفي، عايزة اقولك والله كان محطوط في التلاجة، ما كانش في دماغي ان انا اعمل الفيديو ده خالص نهائي. بس قلت لا يعني يعني اما اعمله. هل هو سهل وبسيط؟ بس اكيد في ناس ما بتعرفش مثلا، او اللي هي تعمله بالطريقة دي، او في ناس ناسية اصلا اللي هي تعمله بالطريقة دي. فلعل وعسى اللي انت تعمليه وتستفيدي منه وتدعي لي دعوة حلوة من قلبي. بعد كده هحط بقى الايه، المش معايا. انا بحب اللي هو بيبقى مرق بالنسبة للايه، للبتنجان. لو انا مثلا عندي قتة، عندي خيار. لكن لو انت هتعملي بالجبنة لازم يبقى تقيل شوية معاك. عايزة اقولك بقى سر من اسرار المش عشان يبقى طعمه سكر، كلمة سكر كده شوية عليه. لما تيجي تحطي له حطي له لبن بقري. عايزة اقولك بيبقى طعمه حلو قوي يا جماعة. ان شاء الله بإذن الله الشتاء داخل علينا. اقولك برضو بتعملي الجبنة ازاي في المش. طبعا اللي عايز اللينك بتاع الفيديو اللي انا كنت عامله لكم جبنة ازاي، ان شاء الله بإذن الله تبقى عمال ايديا. كل حاجة ان شاء الله تبقى عمال ايديا، سواء من جبنة او مش او اي حاجة. وتسيبيه بقى، عايزة اقولك 5 6 ايام بتاكلي منه، جميل جميل جميل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى اللايك ودعوة حلوة من قلبي.